السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال وكل سنة وانتم طيبين. النهارده بإذن الله هعمل معاكم البيتزا بكل الأسرار والتكات اللي تطلع معاكي عجينة هشة وطرية، يعني نقدر نقول كده حرفيا عجينة قطنية 100%. أقول لكم كمان على نوع الجبنة الموتزاريلا اللي أنا بستخدمها واللي بجيبها بسعر قليل جدا جدا مقارنة بأي سعر ممكن تكوني سمعتيه قبل كده. أقول لكم كمان على التكلفة، بحيث لو حابين تعملوها كمشروع من البيت فبإذن الله هيكون مشروع مربح جدًا، جدًا، وده لإننا لو جينا قارنا الربح مع التكلفة، فالتكلفة بالنسبة للربح هتكون قليلة جدًا، جدًا، يعني زي ما قُلت لكم بإذن الله هيكون مشروع مربح جدًا، والربح هيكون مُرضي جدًا، جدًا. طب تعالوا بقى كده نشوف الطريقة، بس ما تنسوش بقى لايك حلو زيكم، كمان الاشتراك. أول حاجة معايا بقى كده كيسين من الخميرة، الكيس ده اللي هو الواحد 11 جرام، فالكيس الواحد بيبقى معلقة كبيرة من الخميرة، يعني كده محتاجة أو أقصد يعني معايا معلقتين من الخميرة، معايا كمان معلقتين كبار من السكر، كوبايتين من المية الدافية، أقلبهم بقى كده كويس جدًا وهاسيبهم على جنب. معايا كمان كيلو من الدقيق، هاحط عليه معلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الزعتر، حابة بقى تستخدمي زعتر فريش أو زعتر جاف طبعًا براحتك. أقلب بقى كده كل المكونات دي كده مع بعضها، هاعمل بقى حفرة كده في النُص، وبعد كده هاحط الخميرة اللي نشطت معايا بعد 5 دقايق. معايا كمان ربع كوباية من الزيت، أقلب بقى كده كل المكونات دي كده مع بعضها، وتعالوا بقى للمكون اللي هيخلي بقى كده العجينة طرية وهشة. هنا معانا معلقتين كبار من القشطة اللي هي وش اللبن، تقدري طبعًا تستبدليها بعلبة من الزبادي. طب هابدأ بقى كده أعجن كويس جدًا، وكمان أحضّر معايا كوباية من المَيّة الدافية هانزل بيها تدريجيًا، حسب طبعًا ما تحتاج العجينة. أبدأ بقى كده أعجن بس كده المَيّة اللي احتجتها غير طبعًا الكوبايتين اللي حطيتهم مع الخميرة، احتجت كمان كوباية وربع من المَيّة، يعني كده إجمالي المَيّة اللي أنا حطيتها 3 كوبايات وربع من المَيّة الدافية. طب بعد ما عجنت كده كويس جدًا لمدة تِلت ساعة، طبعًا ما بيبقاش عجن متواصل، يعني كل حوالي كده 3 دقايق بنبدأ إن إحنا نريّح إيدينا لمدة دقيقة، وكمان العجينة كمان بترتاح، فلمّا بترجعي تعجني تاني بتعجني بكل سهولة. طيب هاسيبها بقى كده العجينة ترتاح، وتعالوا بقى نحضّر صلصة اقتصادية بدون بقى صلصة مُعلبة، بدون كاتشب، بس طعمها لذيذ جدًا وطعم مميز جدًا، جدًا. هابدأ أجيب عندي نُص كيلو من الطماطم، وهاعمل علامة إكس كده على الطماطم، وبعد كده هاغطيها بالمَيّة وأحطها على النار لحد ما تستوي. طب تعالوا بقى كده نرجع للعجينة، عقبال بقى كده أمّا الطماطم بتاعتنا تتسلق. طب هنا كانت العجينة خمرت عندي، أنا سِبتها تخمر لمدة ساعة ونُص، تقدري طبعًا تسيبيها لمدة ساعة، بس صراحةً لمّا سِبتها لمدة ساعة ونُص كانت خمرانة كويس جدًا. هابدأ بقى كده أقسّمها ل5 أجزاء، وبعد كده هاجيب بقى كده كل جزء وهاشكّله على شكل كُرة. بعد بقى ما شكّلتهم كده هاجيب برضه كيس عندي، وهابدأ برضه إن أنا أغطّيهم وهاسيبهم يرتاحوا لمدة نُص ساعة. هنا بقى كانت خلاص بقى الطماطم اتسلقت عندي، أخدت على النار كده حوالي تِلت ساعة، تمام، هابدأ بقى أنا كده أشيل القشرة وأحط الطماطم طبعًا عندي في الخلاط. أحط كمان معلقة كده كبيرة من السكر، معلقة صغيرة من الملح، وربع معلقة صغيرة من الزعتر، رشة بسيطة جدًا من الفلفل الأسمر، وكمان معلقة صغيرة من بابريكا، وربع معلقة صغيرة من التوم البودرة. هابدأ طبعًا أضربهم كويس جدًا في الخلاط، في هنا بس إضافات أنا ما لحقتش أصورها، 4 معالق من الخل، 4 معالق من الزيت، وأحطها على النار تتسبك بقى كده معايا حوالي كده 7 دقايق. طب تعالوا بقى نحضّر بقى كده الحشوات أو الحشوات بتاعة البيتزا. معايا فلفل وطماطم متقطعين مكعبات، كمان زيتون، أنا بس على الفلفل والطماطم باحط عليهم رشة بسيطة جدًا من الملح، بحيث طعمهم بس ما يكونش دلع مع الحشو.
طب بالنسبة بقى للجبن، أنا استخدمت جبن إيه، استخدمت جبنة رومي. أنا باجيب الجبنة الرومي سليمة صراحةً، ما باحبش أجيبها مبشورة، ويبقى أنا بابشرها ناعم جدًا، وحطيت عليها ب20 جنيه جبنة موتزاريلا. دلوقتي يا جماعة في أماكن بتبيع الجبنة الموتزاريلا سايبة، يعني تقدري تجيبي بأي سعر أنتِ حاباه. أنا جايبة ب20 جنيه جبنة موتزاريلا، دي موتزاريلا الحمد، أنا جايباها من سيركا. في أماكن دلوقتي كتير أوي بتبيعها سايبة، فاسألوا عندكم في المنطقة هتلاقوا عندكم. طيب تعالوا بقى كده للعجينة. بصوا بقى العجينة بعد ما ارتاحت بقى كده نص ساعة، بصوا بقى قد ايه طرية وقد ايه، بصوا بقى يعني ايه هتاخد كده وتدي معانا بكل سهولة. طبعا دهنت الصينية في البداية شوية من الزيت، وبعد كده هبدأ بقى احط كده ايه العجينة عندي زي ما انتوا بقى شايفين. بصوا العجينة بتدي وتاخد معانا كده بكل سهولة، وده عشان أول حاجة عجننا كويس، تاني حاجة سيبناها تخمر مدة كويسة، اللي هو طبعا في البداية ساعة ونص وبعد كده نص ساعة. أجيب بقى كده شوكة بقى ونبدأ بقى نشكشك فيها بقى كده شوية، وبعد كده نبدأ بقى ايه نحط الصلصة. هبدأ بقى كده أحط الصلصة، وزي ما قلت لكم أنا سبت الصلصة كده تتسبك على النار حوالي كده 7 دقايق، يعني مش لازم يعني نحسب يعني 7 دقايق يعني ممكن طبعا ايه نسيبها ايه 10 دقايق يعني. أبدأ بقى كده أحط، وأهم حاجة بس إن أنا برضه أحط على الحروف، أهم حاجة بس إن أنا يعني ما أوقعش طبعًا صلصة من تحت، بحيث لمّا آجي أسوي طبعًا العجينة معايا ما تلزقش في الصينية. بس الأحسن طبعًا إن إحنا نحاول على قد ما نقدر إن إحنا نحط على الحروف، بحيث لمّا الحروف يعني لمّا الحروف بيبقى فيها صلصة بيبقى شكلها كويس، إنما لمّا بنسيبها بيضة كده وبعد التسوية شكلها ما بيبقاش لطيف. أحط بقى كده الحشوات بقى بتاعتي، حطيت طبعًا اللحمة المفرومة، حطيت طبعًا الفلفل والطماطم والزيتون، تمام. طب هاحطها بعد كده في فرن يكون حامي مسبقًا، يكون طبعًا سخن كويس جدًا. أول ما هادخّلها برضه والفرن برضه يكون سخن، هاسيبه سخن، أو أقصد يعني النار تكون عالية والشبكة تكون فوق الفرن مباشرةً، بحيث إن ده بيساعد إن البيتزا تستوي معانا بسرعة جدًا. طب بعد 5 دقايق باطلّعها وأحط الجبن، يعني باحطها من غير ما أحط الجبنة، وبعد 5 دقايق باطلّعها أحط عليها الجبن و وبعد كده بادخّلها الفرن عندي تاني لمدة 5 دقايق كمان، فده بيسمح طبعًا الجبنة إن هي تسيح معانا بكل سهولة وتدّينا المَطّة الحلوة اللي إحنا عايزينها. تعالوا بقى كده نشوف العجينة قد إيه، بصوا بقى يعني قد إيه طرية، قد إيه قطنية وأسفنجية كده من جوّه. طب بالنسبة للتكلفة اتكلّفت التكلفة قد إيه، بالنسبة للجبن اللي جبتها، الجبنة الرومي جبتها ب40، الجبنة الموتزاريلا ب20، يعني لو حسبنا إجمالي إيه التكلفة كلّها مع طبعًا اللحمة بقى المفرومة هتبقى 130. فأنا كده كمان حسبت معاهم الدقيق، يعني كده ال130 ده الجبن مع اللحمة المفرومة مع الدقيق. طبعًا لو بصينا لبقية المكونات هنلاقيها إنها موجودة عندنا في البيت، فزي ما قُلت لكم تعتبر مشروع مُربح جدًا من البيت. بإذن الله لو حابة تعمليه اعمليه وبقلب جامد. آمم بإذن الله الطريقة تكون عجبتكم، كمان تعجب الأولاد بإذن الله لمّا تعملوها وتعتمدوها زي ما أنا كده معتمداها بقى لي 10 سنين. طبعًا من حلاوة طبعًا العجينة، وإنها طبعًا بتعجبني أنا شخصيًا وبتعجب كمان أهل بيتي. أتمنى إن الطريقة تكون عجبتكم، لو عجبتكم التنظيف والله حلو ازيكم كمان.